نحن درسنا العربية الجندي والمبارك والشيخ الداودي. الجندي والمبارك لما ماتا ما أعرف تحت قبة الفلك أعلم منهما باللغة العربية، وكتبت عن الاثنين وأثبتها. الشيخ المبارك كان يحفظ القاموس يا أخي، مو ادعاء. لما فتحوا بالشام مرة سنة 930 ولا 31 مش مهم، فتحوا مدرسة الأدب العليا. هي غير الجامعة، هي بفرنسا موجودة، مدارس عليا تابعة لوزارة المعارف. بفرنسا فيها إيكول سنترال المدرسة المركزية الهندسة، في البوليتكنيك هي الهندسة العسكرية، في عدة دار المعلمين العليا. نحن مشينا على هالنمط. لما فتحوا هذه، شو كنت أقول؟ بنسى أول نعم. شو كنت مرة كنت عم أخطب، كان في موسم ثقافي بعمان، كنت بجرش في قاع ساحة كبيرة جدا. طلعت عن الخط شوي مثل ما بعمل دائما، والآن عملت هيك، بعمل تحويل بضيع، بعرف منين بدي ارجع. قلنا لهم الحاضرين اخي شو عم اقول ما حدا، قلنا لهم السلام عليكم. نعم سيدي، الى ان تتذكروا هذا الموضوع. لا انت ما تذكرني يا كم مالك. نعم. بس لا بحديثي انا متابعه بدقه. طيب ولكن شو خلي لكن كان يلح على ذهني شيء معين طبعا. نعم. كنت اقول في نفسي فضيله الشيخ طنطاوي دائما في حديثه ياتي ببعض الالفاظ باللغه الفرنسيه، وهذا ناتج عن الدراسه في ايام الطفوله والصبا. وكنت دائما والله أتمنى لو أنني أستمع من فضيلة الشيخ طنطاوي أو أسأله على ما هي أجمل مقطوعة مرت عليه بالنسبة للأدب الفرنسي. أكيد في الماضي، ولمن وعما كانت تتحدث، ويا ترى هل يتذكر شيء من النص الفرنسي فيها؟ شوف يا سيدي، أولا نحن نعم لما دخل الفرنسيون ايام الاتراك، معلش جيت من قبل. نعم. ايام الاتراك بدوا يعلمونا مبادئ اللغه الفرنسيه اثناء الحرب الاولى، التركيه والفرنسيه. والعجيب كان حركه التتريك اللي ترجموها هيك، تتريك العناصر العثمانيه ماشيه بقوه، كانت فظيعه. لما جاء الاتحاديون وعزلوا السلطان عبد الحميد، انا مولدي يوم عزل السلطان عبد الحميد، فخسر الناس سلطة لكن ما ربحوا مقابله فيه. نعم. ف كان عندنا يدرسنا النحو أستاذ تركي، والله بتذكر مرة سألني فاعل ندر، إنه ما هو الفاعل، القواعد النحو العربي بالتركي. وبدأوا يدرسون اللغة الفرنسية من يومئذ. لما دخل الشريف فيصل بن الحسين والإنجليز سنتين في الشام 918 و919 علمونا مبادئ الإنجليزي. بعد منها جاء الفرنسيون طبقوا علينا في الشام المناهج اللي تدرس بفرنسا، فنحن درسنا إلى البكالوريا بقسميها نفس البرنامج بنفس الكتب اللي كان تقرأ في باريس. ولذلك بعدين تركت، ما عاد فتحت كتاب فرنسي من سنة 1929 لما أكملت أخذت شهادة الفلسفة وخلصنا الدراسة هذه، بعدين دخلنا الحقوق. من وقتها فراسخ في ذهني لا يزال، القواعد بعرفها كلها. لو تسألني القواعد بعرفها، أنا ما وحتى عربتها بالعربي بالفرنسي بعرفها. والأدباء عندي فكرة عامة، الأدباء الكلاسيكيين كورني وراسين ولا فونتين وشي، وأدباء اللي يسموها الرومانتيك، هذول الرومانسية. وبعدين المدرسة هي السمبوليزم، الرمزية، سمبول معناتها رمز، فبعرفها معناتها. لكن مشكلتنا كنا نظن، وهذا خطأ كبير أرجو ألا يتكرر، كنا نظن بأن النطق باللغة الفرنسية ممالأة للفرنسيين المستعمريين، لأنه هذول أساءوا هن. الفرنسيين حمقى ما بيعرفوا يدعون للغتهم. الإنجليز لغتهم عرجاء. أنا قسمت مرة طبقات اللغات، العربية هي الأولى، مو لأني عربي، عندي 100 دليل على هذا. المرتبة الأولى العربية، الثانية والثالثة شاغرة ما في شيء. اللغة الرابعة اللغة الفرنسية، ومعها الألمانية. الألمانية لأنه فيها إعراب يا أخي مثل الإعراب. الإنجليزية بتجي متأخرة يا سيدي. أنا ما بعرف إنجليزي، بعرف 3 كلمات من إنجليزي. الكلمة الوحدة اللي بعرفها إنه إذا واحد بده يرجو من الثاني شيء بيذكر الشيطان، لا إبليس. إذا قال له إبليس يعني بدي أريد منك شيء.
نعم. وإذا كان بده يرحب به أهلا وسهلا بيقول له ويلكم، يخرب بيته على اللغة. وإذا كان بده يسأله بكم هذا بيقول له همج، يعني ما بيضربه. نعم. ما بعرف والله همج. نعم. بعدين فيها حروف تكتب ولا تقرأ. نعم. حروف تقرأ وهي غير مكتوبة، حروف تقرأ تارة على شكل معناها الإنسان ينبغي أن يتعلم اللغة حتى يقرأ، وإنما وضعت الكتابة ليتعلم منها القراءة. نعم. عكسوا المعنى. نعم. مع ذلك عندهم من النشاط ومن البراعة أنهم فرضوا هاللغة هي على ثلث العالم بيحكوا إنجليزي، ولغتنا نحن ضيعناها. نعم. سيدي ضيعتني أنت أيضا بالنسبة للمقطوعة الفرنسي. اللي أرجو أنه نتزال حافظ كثير بس. نعم. لفظي مو جيد، ما بيضحك الناس علي. لفظي مو جيد. شو ما تعلمنا، يعني لفظي فيها مضحك. أحفظ قصائد، والله أحفظ قصائد. بركة إذا كنتوا حتى الآن تذكرت، يعني تتذكرون حتى الآن، يعني لأنه أذكرها. هلا الشيء اللي حفظته من قديم أذكره. هلا من القديم طالما اللي حافظها من قديم بالعربي وحتى بالفرنسي أذكرها وبعرفها، بس لفظي سيء. مثل مرة واحد شافني بالمرجع ضايع أجنبي، قال سوقي الحميدية. سوقي الحميدية. لك شو؟ سوقي الحميدية. سوق الحميدية على كاتبها سوكيل حميدية. فاهم علي شو عم يقول. نعم. نعم. ولذلك إذا قلت ما بضحك الناس علي، حافظها بس ما أقول. طيب معناها باللغة العربية؟ معناها هلا قصيدة مثلا البحيرة تبع لامارتين. نعم. إذا بدك بقول لك ترجمها الياس فياض. هذا نقول فياض مؤلف كتاب الخطابة، كان من الخطباء الفنيين المعدودين. وإذا قلت خطب الفنية وسط بين التمثيل وبين الإلقاء العادي. هذا نقول فياض أخوك الياس فياض شاعر عربها، بس مع ترجمة على نوعين. هي من قديم، في ترجمة حرفية نقل المعنى كما هو، وفي ترجمة بتصرف. هذا ترجمها: أهكذا تنقضي دوما أمانينا، نطوي الحياة وليل الموت يطوينا، تمضي بنا سفن الأيام ماخرة بحر الوجود ولا نلقي مراسينا. الأصل مويك أصل ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle emporté sans retour. يعني هكذا تحملنا الليالي في بحر الحياة بلا رجوع أو شيء. صرف بالمعنى هو وبدله. في شيء حافظه بس ما أقوله. نعم. لأنه نطقي سيء. نعم. ما دامت اللغة العربية طال عمرك هي الأول، ثم تأتي الثاني والثالث شاغر والرابع حتى تأتي اللغة الفرنسية، لابد بأنه أثر أدبي معين استوقفكم كثير يا أستاذ. لا ليس فقط، أنا أريد أثر أدبي طال عمرك مميز تستطيعون أن تقولوا إنه هنا يجب أن أقف، هنا يجب أن يعني كان له خاصية منفردة ومتميزة بالنسبة لكم طوال هذا العمر المديد اللي نرجو من الله أن يطيله. ما هو الأثر الأدبي؟ أستاذ شوف طريقة السؤال هذا يعجز أي مسؤول عن الجواب. هلا شوف هلا المتنبي نعم. بحثوا كثير أنه ما هو السبب في عظمته. نعم. ما بدها تترك المتنبي امرأة جميلة ملكة جمال، هل جمالها بعينيها بأنفها نعم. بقامتها؟ نعم. بهذا كله نعم. ما تستطيع اليوم. أنا لا أبي اشتغل بالكتابة ولا أبي كان من رجال العلم، وجدي أسرة علم وفقه ما لهم علاقة بالأدب والكتابة أبدا. طيب ليه أتعلم أنا؟ يعني أستغفر الله مو من قبيل الادعاء. المطبوع مما كتبت الآن يزيد على 14,000 صفحة. هل مطبوع وبأسلوب يعني عيب أنا أقول يعني يكاد يكون مو تقليد لأحد، مو تقليد لأحد. وأنور العطار له أسلوب في الشعر أيضا ما هو تقليد لأحد. أنا سألت نفسي مرة وكتبت أنه منين أنا تعلمت هذا؟ والله ما أدري. فشوية تأثر بالأدب العربي القديم وببعض الشعراء وبعض الكتب ومن الأدب الفرنسي. تأثرت بأصحاب الأسلوب الخطابي. هلا في قصيدة هي نابليون الثاني لفيكتور هيغو، يعني كثير أنا متأثر بها وقرأت وحافظها مرات. هي كان اللي بيقول له فيها لما نابليون ولد له ابنه هذه، ويوم قال المستقبل لي لافنير إت موا،
قال له أبياتك أنه بتستطيع أنك تنتصر في أسترليز وفي كذا، أما المستقبل لا. قال له سير معناتها يا أيها الملك أو الإمبراطور لافنير إتاديو، المستقبل لله. راح كتب مرة عارف النكدي لما كنت اشتغل بجريدة الأيام قبل أن يستلمها صديقنا الأستاذ نصوح بابيل، كانت طالعة الكتلة الوطنية والله كاتب مقالة عنوانها المستقبل لله يا مسيو بونسو. هذه كان المفوض السامي عندنا، تعد رائعة أدبية. تأثرنا كلنا بمرحلة من حياتنا بالأدباء دول الرومانسيين العاطفيين، ما أدري إيش تقول، لا سيما لامارتين بشكل خاص. بعدين قبلها مرحلة ما في منا أحد هذه من سنة إلا تأثر بالمنفلوطي وبالنظرات بشكل خاص في وقت من الأوقات. مرة تأثرت بما ترجم عن الأدب الروسي، وعندي قصص ناشرها في الرسالة بالسنة الأولى 1333 و34 تقريبا. فالإنسان تمر عليه بعدين بيأخذ شكل معين. هلا أنت تعرف بردة لما بيلتقي بعين الفيجة شو بصير؟ عين الفيجة ثلثين النهر، بتملأ الكأس من جهة العين، من جهة اليسار وماشي النهر بيطلع الماء الصافي العذب، تملأ من هنا في شوية عكر متميزين. بعدين شو بصير بعد 100 متر؟ بيطلع نهر جديد، لا هو بصفاء الفيجة ولا بعكر بردة. كل إنسان هيك. الأمم تمر بهالمراحل، الأمم تمر بأدوار انتقالية. الرومان لما فتحوا بلاد اليونان غلبوهم عسكريا وغلبوا ثقافيا وفكريا. العرب لما اتصلوا بالفرس بأول عهد العباس. نحن الآن هنا عندك في أي بلد الرجل اللي عاش الحياة العربية هنا وعلى فرش بيته وطريقة تفكيره وطعامه، وابنه اللي راح درس في أمريكا ورجع مثل بعض. ادخل غرفة الابن تلقاها شكل وغرفة الأب شكل. لونين من الحياة ماشيين معا. نعم. هذا حدث الأب وحدث الابن. لونين من التفكير. كذلك الإنسان. نعم. تعمل به عوامل لا يستطيع أن يعرف شو هي. مثل دواء مركب في 20 عنصر امتزجوا بنسب معينة، طلع دواء جديد وعنصر جديد لا يشبه العناصر الماضية ولا يخرج عنها. نعم.